اهلا اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. لقيتوني اليوم غنمشي نشارك معكم الفيديو اللي بزاف قال لي كوثر شاركيه معنا، ديال الحوايج الثلج والبرد، فين ممكن نلقاوهم، شنو هما الحوايج اللي ناخذوا بعين الاعتبار في الحويجات ديال الثلج، وإلا كاين شي صولد وشي هميزات شاركيها نمشيو قاصدين المحل نيشان بلا ما نبقاو ندورو. هذاك الشيء علاش غادي نمشي انا وياكم دابا نضربوا دويره في المحلات ونوريكم لي صولد اللي كاينين والهميزات وشنو تاخذوا بعين الاعتبار في الحوايج ديال الثلج وديال البرد، لانه الحوايج ديال الثلج وديال البرد ديال هنايا يعني فاش كتكون ناقص 30 ناقص 35 شنو هما الحوايج اللي يصلحوا لينا في هاد الوقيته، ماشي غير حوايج البرد وصافي. خصوصا الناس اللي كيجيو من المغرب او الجزائر ولا تونس، يعني من دول عربيه، وكيبغيو يجيبوا معاهم الحوايج من تما باش يقتصدوا شويه الفلوس فاش يجيو هنا. غادي نقول لكم راه ما كيصلحوا حتى شي حاجه، يعني كاع دوك الحوايج اللي غتجيبوهم معاكم ما غيصلحوش لكم في البرد والثلج اللي كاين هنايا، غادي غير تضيعوا فلوسكم وتجيو متقلين وصافي. هذاك الشيء علاش من الاحسن حتى تجيو هنايا عاد تقداو الحوايج ديال البرد وديال الثلج. وكما قلت لكم اليوم غنحاول نعطيكم الحوايج اللي تركزوا فيهم فاش تمشيو تشريو حوايج ديال الثلج، يعني لي موديل والشكال والالوان. هذاك الشيء الاذواق كتختلف من واحد لواحد، كل واحد وغياخذ الشكل اللي كيعجبو، الموديلات اللي كيعجبوه، ولكن شنو هما هذوك الحويجات اللي تركزوا معاهم والهميزات بطبيعه الحال فين تقدروا تلقاو الحوايج اولا خصوصا لي بوت ديال الثلج. راه البارح كنت مشيت ضربت واحد الدويره قلت نشوف بعدا شنو كاين باش مني نمشي نصور لكم نكون عارفه راسي فين غادا، ولقيت لي بوت صراحه ناقصين الثمن بزاف، يعني الناس اللي غيبغيو ياخذوا لي بوت لهذا العام ولا مازال ما تقداوش، غادي نوريكم المحل اللي تمشيو ليه واكيد انكم غتلقاو فيه. واخا راني ديجا كنت شاركت معكم واحد الفيديو شارحه لكم فيه كل شيء، ولكن كنظن انه الناس جداد ما مشاوش الفيديوهات القدام كيشوفوا، لانه عنده تقريبا شي 4 سنين باش كنت شاركت معكم ولا اكثر. كنت شاركت معكم فيديو شرحه لكم فيه كل شيء، ولكن ما فيها باس غنمشي معكم اليوم غنوريكم ونشرح لكم، وخصوصا انني نوريكم الهميزات منين تمشيو تاخذوهم. يلا خليكم مع الفيديو. انا راه مستمتعه بالثلج، عرفتوا واش كيكون الثلج كيطيح وما كاينش البرد، الثلج كيطيح وما كاينش البرد، يعني الجو زوين بزاف. هنايا الديور الناس راه مزهوقينهم، نوريكم كيبان لكم شويه. شوفوا هنا مورايا، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، الديور مزوقينهم بالضواو، واحد المنظر زوين وكيعجبني في هذه الوقيته نخرج. يلا نخليكم على الفيديو. الناس اللي مازال ما اشتركتش في القناه اش كتسناو؟ اشتركوا وضغطوا على داك الزر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، واكيد اللي عجباتو القناه يبارطاجيها مع الناس اللي كيعرف. وبما انه المول كامل لقيت الموسيقى، البلاصه اللي كندخل ليها ضروري كيكون فيها الموسيقى، اضطريت باش نحيد الصوت ونهضر معكم دابا في الدار. واخا هنايا راني كنت كنهضر نسيت راه كاينه الموسيقى وكنهضر وكنشرح لكم بالتفصيل الممل، في الاخير عاد كنتفكر كنقول اش كدير كوثر راه هاد الخدمه كامله غتمشي للدار وغتعاوديها، ماشي مشكل. المهم الناس اللي مازال ما تقداوش لي بوت ديال الثلج غادي نقول لكم سيروا للسبور اكسبير، هي الاولى ضربوا فيها دويره، شوفوا الا عجباتكم شي حاجه، وإلا ما عجباتكمش عاد سيروا المحلات وحدين اخرين، لانه في سبور اكسبير دايرين ليكيداسيون لي زوينه في بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال لي مارك، ناقص 50 ناقص 60%. من ناحيه واش غتلقاو شي موديل غيعجبكم اكيد غتلقاو، ولكن واش غتلقاو لا طاي ولا لا بوينتور ديالكم، لانه ماشي كاع الموديلات اللي دايرين فيهم ليكيداسيون فيهم كاع لي طاي، داكشي علاش كل موديل ولي طاي اللي بقاو فيه. هاد الموديل اللي كان ب 119 وداروا لي دابا 59، عرفتوا راه قيسوا رائع ومريح، وحتى الثمن ديالو راه جد مناسب كما كيبان، وكان ناقص 30 ناقص 40، يعني راه مزيان وسخون. فحال مثلا هذا كما غتشوفوا معايا دابا من التحت راه ممكن يكون كيزلق،
كل ما كان لي بوط من التحت محفر اكثر كل ما مزيان. هذه هي النقطه الاولى اللي تركزوا معاها. ثاني حاجه هي انه تشوفوا اللي غيكون ناقص 30 والفوق، يعني ناقص 30 ناقص 40 ناقص 50 هادو كاملين مزيانين. اما ناقص 20 ما كنصحكمش بها. شوفوا معايا هاد لي بوط، عجبني لا كولور ديالو لانه قليل فين كتلقاو شي لون بحال هكا، قليل بزاف. لا مارك بلا ما نهضروا عليها لانه غني يعني تعريف. هاد لا مارك زوينه زوينه بزاف كما كنقولوا صح والعمل الصح والعمل. كان ب 214 داروا لي دابا ب 107. كنحاول في كل موديل نوريكم التحت ديالو باش تعرفوني علاش كنت كنهضر لكم في الاول كنقول لكم يكون محفر مزيان. كل ما كان محفر ما غيكونش يزلق. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قلنا هي يكون ناقص 30 والفوق. هاد لي موديل كاملين اللي وريتكم دابا وفيهم ليكيداسيون موديلات ديال العام اللي فات. هذاك الشيء علاش قلت لكم في الاول واش تلقاو لا بوانتور ديالكم في الشكل اللي غيعجبكم ولا لا. وكل محل على حساب المدينه اللي نتوما فيها ولي موديل اللي كتحط، يعني اللي بقاو ليها من العام اللي فات. وهذا لا يعني انهم موديلات ديال العام اللي فات راهم مزوينينش ولا ديموداو، بالعكس موديلات اللي زوينين ورائعين وما كاينش الفرق بينهم وبين ديال هذا العام. الفرق الوحيد راه هو الثمن هادوك بالثمن الاصلي وهادو بالثمن السولد فقط. اما الشكالات ديالهم وكل شيء زوين. حاجه واحده اخرى اللي غنبغي نقول لكم هي هنايا الناس ديال كندا راه ما كيركزوش مع لا مود نهائيا نهائيا. وانا متاكده انه الناس اللي عاشوا هنايا لاحظوا هذه المساله. ما كيركزوش الناس على لا مود، كيشوفوا الحاجه اللي كتعجبهم واللي يرتاحوا فيها واللي غتناسبهم في جيبهم. هنا دزت البلاصه ديال الرجال كنحاول نوريكم لي موديل مع الثمن. غير هو النقطه الثالثه اللي غنبغي نقول لكم على لي بوط هي ما تاخذوش لي بوط اللي يكون قصير بزاف بحال دابا هذا الماغون ب 239 ما كنصحكمش به. عكس هذا الفيغ اللي ب 129 هذا القياس ديالو هو هذاك، يعني ما هابطش بزاف وما طالعش بزاف. حيت الا كان طالع غادي يرونجيكم مع السروال، والا كان هابط بزاف غيدخل لكم الثلج. غندوز معاكم للجهه ديال الوليدات الصغار. الا كنتو مازال ما خديتوش ليهم ومشيتو لسبور اكسبير غيطيروا على هاد ثلاثه لي موديل اللي غنوريكم لانهم رائعين. عرفتوا الكاليتي مع الثمن ما عندي ما نقول. هذاك اللي وريتكم في الاول داير 49 دولار وهذا داير 69 وواحد اخر غنوريه لكم اللي فيه الحمر حتى هو ب 49. هاد ثلاثه رائعين رائعين. ما لقيت من بغيت غير شي حاجه تكون فيهم ماشي هي هذيك ما لقيتش والو. شوفوا راه البنات والولاد وناقص 50 ناقص 40 تحت الصفر. الكاليتي ديالهم زوينه وانا متاكده الا مشيتو قيسوه لوليداتكم حتى في الرجال غادي يعجبكم. بالنسبه لي بوط ديال الوليدات الصغار غنشارك معكم واحد النقط واحده اخرى اللي تبقاو تردوا معاها البال. صورتها لكم في محل واحد اخر اللي غنشاركو معكم حتى هو في نفس الفيديو. غنوريكم الشكيلات وغنوريكم الحوايج اللي تردوا معاهم البال بحكم تجربتي، يعني بداكشي اللي دزت منه نقول لكم ها اللي صلاح وها اللي ما يصلحش. وبطبيعه الحال هادشي اللي كنصور معكم اليوم راه نزولا على طلبكم بالنسبه للناس اللي عاد غيجيو اولا الناس اللي يلاه جاو وباقيين تالفين. اما الناس القدام هذوك ضابطين المسائل ديالهم وعارفين شنو غيصلاح وشنو ما يصلاحش في هاد الحوايج ديال الثلج. هنايا غندوز معكم للضروريات والاساسيات اللي ميمكنش تستغناو عليهم، ضروري خصهم يكونوا عندكم، وهما هاد التريكوات والكولونات اللي كيتلبسوا تحت الحوايج. كيكونوا خفاف، يعني ماشي شي حاجه اللي ثقيله ولا شي حاجه اللي غليظه، وفي نفس الوقت كيسخنوا بزاف. لانه هنايا واخا يكون الثلج ويكون البرد بزاف راه ما كنلبسوش كثره الحوايج، كنلبسوا غير شويه ما قل ودل. غير هو خص فحال هاد الحوايج ضروري كيكونوا عندكم باش كتلبسوهم لتحت ما كتحسوش براسكم راكم لابسين بزاف ديال الحوايج اللي متقلين عليكم في نفس الوقت ما كتحسوش بالبرد، يعني ما باردينش. هذاكشي علاش وريتكم دابا هاد الموديلات، وريتكم الثمن ديالهم اللي غتلقاوهم في سبور اكسبير، وغنوريكم في محلات وحدين اخرين، وغنوريكم حتى ديالي انا اللي كناخذهم كل عام ملي كناخذهم. بالنسبه لهذا الشكل ديال لي توك ما كيصلحش. واخا غتقول لي راه صوفه وكتسخن غنقول لكم راه هذوك التقيبات اللي كيكونوا فيهم
كيدخلوا البرد، يعني ما كيصلاحوش. غنوريكم الشكل اللي تاخذوه واللي غادي ينفعكم، غير هو ما لقيتوش هنايا، لقيتو في واحد المحل واحد اخر وصورته لكم. المهم باش ما نخربقهمش نكون في بلاصه ونمشي لبلاصه واحده اخرى، قلت حتى نسالي سبور اكسبير عاد غنمشي لمحل الاخر اللي بطبيعه الحال راه اي محل غنخلي لكم الاسم ديالو، وغنوريكم كيفاش كيكونوا لي توك اللي تستافدوا منهم واللي غينفعوكم في الوقيته ديال البرد. المهم هنايا كنوريكم ليميتان اللي ما تاخذوهمش يكونوا قصار، بحال دابا هادو راه قصار، خذوا بحال هذا الشكل. ها نتوما كيبان لكم الفرق، هادو اللي طوالين، ومن الاحسن انهم يكونوا بحال هكا، يعني يكون فيهم سوا لاستيك سوا ستير باش كيتزيروا مزيان ولا سكراتش. المهم هنا جبت دويره في الحوايج ديال البرد، ما صورتهمش ليكم، قلت غنعطيكم غير فكره بحال هكا على الثمن تقريبا شحال كيكون. هنا راه كتشوفوا غير السروال بوحدو 199 139، يعني صراحه كاين الثمن عند سبور اكسبير في الحوايج، ولكن الا خديتو من عندهم شي حاجه غادي تنساوها، حيت كيكون حاطين غير لي مارك لي زوينين ومعروفين هنايا. حاولوا فاش تبغيو تمشيو تقداو منها تمشيو لهذوك العلاقات اللي كيكونوا دائما كيكونوا حاطينهم عند في لونطري ديال المحل، كيكونوا حاطين واحد العلاقات ودايرين فيهم السولد، هذوك لي زارتيكل اللي مصولدينهم كيحطوهم عند الباب في العلاقات، فحال هادو اللي كنوريكم دابا. ما لقيتش بزاف الحوايج اللي ناقصين، ولكن فحال دابا مثلا هذا راه ناقصين فيه يمكن شي 40%، يعني في هاد العلاقات كتقدروا تلقاو شي حاجه اللي نتوما باغينها وناقصه الثمن. بالنسبه لليتيوك اللي كنت هضرت لكم عليهم هما هادو، شوفوا ليا الداخل ديالهم اللي غنوريكم كيفاش داير. شفتوا كيكون فيهم واحد الدوبلور اللي ما كيخليش البرد يدخل، ديما ركزوا على انهم يكونوا بحال هكا من الداخل، لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. وكاينين بعض الرجال اللي ما كيعجبهمش يديروا لي تيوك واخا البرد وكل شيء، كيفضلوا يديروا كاسكيط. راه حتى في الكاسكيطات كتلقاوهم بحال هكا، كاينين كاسكيطات ديال الثلج كتلقاوهم بحال هكا، وفيهم كاينين واحد الموديلات اللي كتلقاو فيهم حتى الودينات، يعني زوينين الشكل ديالهم زوين. بالنسبه للحوايج ديال الثلج الوليدات الصغار، انا كنفضل دائما الوليدات اللي قل من 3 سنين ياخذوا بياسه وحده، بياسه وحده بحال هذه اللي كنوريكم. المهم انا هنايا راه كنوريكم غير النقط اللي تاخذوا بعين الاعتبار فاش تمشيو تشريو الحوايج ديال الثلج، يعني الموديلات ولا الاشكال ولا الالوان راه على حسب كل واحد والذوق ديالو. كما قلت لكم بالنسبه ليا قل من 3 سنين من الاحسن تاخذوا ليهم لبسه وحده بحال هذه اللي وريتكم دابا ديال البنات في الغوص، وفوق 3 سنين راه ماشي مشكله، ديك الساعه كيوليو كيلبسوا بوحدهم، تقدروا تاخذوا ليهم ديال 2 بياس ولا 3 بياس، ماشي مشكله ديك الساعه. المهم نتوما نقصوا عليكم شويه الخدمه. هنا قلت غادي نوريكم لي بوط اللي راهم كاينين والاثمنه ديالهم، باش هكا ديروا مقارنه ما بين كل محل ومحل، حيت ممكن انه تلقاو نفس الشكل نفس لا مارك نفس اللون نفس كل شيء تلقاو في محل ناقص على واحد اخر. داكشي علاش كنحاول هكا نوريكم باش تاخذوا فكره قبل ما تمشيو تقداو. المهم كاينين اشكالات زوينين، داكشي ديال الوليدات الصغار الصراحه كيحمق. ولقيت عندهم حتى هاد التريكوات اللي كيكون اللي قلت لكم كيجيو تحت المونطو، ولكن ما معهمش الكولونات ديالهم، غير الفوق بوحدو كان يمكن داير شي 40 دولار. عرفتوا راهم خفاف ولكن كيسخنوا بزاف. هادو هما الكاسكيطات اللي قلت لكم، شوفوا من الداخل ديالهم كيفاش داير، يعني ما تخافوا والو على حساب البرد، كيكونوا سخونين. وبالنسبه للثمن كانوا دايرين 30 دولار يمكن 30 دولار، بقيت عاقله عليهم. كان فيهم الكحل، بعض المرات كنلقى فيهم حتى الماغون حتى الباج، غير هو فاش مشيت اليوم لقيت غير الكحل، الماغون والباج طاروا. ديما فاش تلقاو هاد العلامه بحال هكا بلورانج في الحوايج عرفوهم انهم كيصلاحوا البرد القاصح، يعني كتلقاوهم في التقاشر في كل شيء، كتلقاوهم في الحوايج كاملين تقريبا. هنا هاد التريكوات انا كنحاول كل مره نوريكم ماركه جديده، نوريكم شكل جديد، والاثمنه راه كتختلف. بحال دابا هادو كيبقاو ب 20 دولار، يعني راه رخاصين بزاف. بالنسبه لهادو اللي وريتكم دابا دايرين 20 دولار، راه كتلقاو فيهم حتى الكولونات ديالهم ب 20 دولار حتى ل 30 دولار. غير هو انا حيت كنت ديجا مجرباهم، اللي ما عجبنيش فيهم مقارنه بالاخرين اللي وريتكم ولا اللي غنعاود نوريكم دابا، مازال غنمشي لواحد المحل اخر وغنوريكم شكالات اللي الصراحه صدقوا ليا وثمن مناسب بزاف، هما اللي تقريبا كناخذهم كل عام. غنوريهم لكم من بعد. المهم دابا خليونا في سي بي سي. قلت لكم اللي ما عجبنيش فيهم هو انه الثوب كيحبب،
الناس اللي ما عندهاش مشكل لانه ديجا غتلبسهم غير تحت الحوايج راه كيبقى ثمن جد مناسب. اما الناس اللي غيديرونجي هذاك التحباب وكيبقاو يشدوا الخمله ما يصلحوش ليهم، يعني غير زيدوا شويه الفلوس وخذوا شي حاجه اللي زوينه. بالنسبه للجاكيطات ديال الرجال قلت غنوريكم هادو اللي في البلو. غنوريكم هذه راه قصيره دايره 180 دولار، وكاينه هذه الطويله ديالها دايره 185، يعني فرق ديال 5 دولار بيناتهم. ولكن من الاحسن انه في الجاكيطات لا بالنسبه للرجال ولا للعيالات خذوهم فحال هكا اللي كيكونوا شويه طوال، ما تاخذوش القصار لانه حتى هما ما كيصلحوش في الوقيته ديال البرد. واخا راه كاين بعض الناس اللي كيرتاحوا غير في الحاجه القصيره، ولكن من الاحسن في الوقيته ديال البرد خصوصا شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 هذوك من الاحسن تكون شي حاجه هكا طويله باش يلا تنفيكم. ودابا جيت المحل اللي كيعجبني بزاف بزاف بزاف، حيت فين ما كنكون تالفه على شي حاجه فين غادي نلقاها كنقول نمشي لاوبينغي، اكيد غادي نلقاها بلا ما نبقى ندور هنا وهنا وهنا. كنمشي لاوبينغي ضروري كنلقاها، ولا كنلقى شي حاجه اللي قريبه لهداك الشيء اللي باغا اللي في راسي. المهم هنايا دخلت مشيت نيشان لهاد البلاصه ديال البنات. عجبوني هاد البيسات ديال الثلج. كما قلت لكم انا راه دائما كنفضل تكون لبسه وحده صافي بحال هكا بالسلسله وجمع طوي ما كتكونش كتعذب وسهله حتى للوليدات. هنايا بالنسبه للسروال كما شفتوا معايا من التحت كتكون فيه واحد العيبه هكاك لداخل باش الا كان طويل اولا خديتو طاي زايده على وليداتكم كتقدروا تسدوه، يعني من التحت بحال عوض غادي تطويوه كتجمعوه غير بهذيك الصديفه من التحت صافي كيولي يجيهم مزيان. هاد الموديلات كاملين اللي كتشوفوا معايا دابا كلهم دو بياس كما كتشوفوا، راه السروال بالجاكيت ديالو. غير هو بالنسبه للناس اللي غتاخذ السروال بوحدو والجاكيطه بوحدو من الاحسن تاخذوا فحال هادو كومبينيزون. شفتوا كيفاش كيجي في اللبسه ديالو احسن من اللي كيكونوا فحال شكل السروال العادي. هادو مهم كومبينيزون كيبقى ديما احسن. وبالنسبه للميتان حاولوا كما قلت لكم تشوفوا اللي كيكونوا طوال ويكون فيهم فحال هكا سكراتش ولا لاستيك ولا السير، بعض المرات كيكون فحال واحد السير من الفوق باش كيزير على اليد وما كيخليش البرد فين يدخل يعني كيكونوا مزيرين مزيان. هادو هانتوما كتشوفوا معايا فيهم اللاستيك غير هو قصار. بالنسبه للوليدات الصغار ديما حاولوا تشوفوا لي ملي يكونوا طوال. بالنسبه لليتوك ديما انا كنفضل الوليدات الصغار تاخذوا ليهم هادو اللي كيكونوا فحال هكا بالودينات والسير باش كتحزموهم ما كتبقى لا طيح ليهم ولا كتبقاو تقولوا راه البرد داخل من الودينات ولا حتى شي حاجه. العكس ديال هادو اللي وريتكم دابا انتما كتشوفوا هادو ديال الودينات صراحه كيبقاو زوينين. واخا بيني وبينكم الوليدات اللي 12 عام والفوق ما كيبقاوش باغيين يديروهم، ولا 10 سنين والفوق ما كيبقاوش باغيين يديروهم، كيقولك ديال الصغار، ولكن راه هما اللي كيصلحوا في هاد الوقيته ديال البرد. هنا كنت لقيت واحد الشكل ديال لي بوط اللي كنت ديجا جربت لبنتي واحد الشكل فحالهم وما صدقوش، قلت غنوريهم ليكم. بالنسبه للوليدات الصغار ما كيصلحوش ليهم. هو هذا اللي كيكون لداخل، يعني كيكون لي بوط وكيكون فيه لداخل فحال واحد الغشا. انا لقيته عاوتاني في هذا وقلت غادي نحاول نجبدو شويه باش نوريه ليكم وتعرفوني علاش كنهضر. كما كتشوفوا معايا ها هو غادي نجرو شي شويه بحال هكا كيبان لكم بالكري. هادو اللي كتلقاوهم لي بوط فحال هكا ما زوينينش، واخا هما الصراحه كيسخنوا كل شيء ولكن كيعذبوا في اللبوس. كيبقى الواحد فين ما كيلبسو ولا كيبغي يحطو كيبقى يخرج هاد الغشا. واخا هو مره كتخرجي وكتصبني هذاك الغشا كتحسي بلي بوط بحال تنقى، ولكن ديما كيبقى يعذب فين ما تبغي تلبسيه غادي يبقى يتخشى لك هذاك الغشا لداخل وتبقاي تجري فيه، اولا تبغي تحطي لي بوط كيخرج معاهم. مهم كيعذب الوليدات الصغار. شوفوا هاد الشكل لقيته زوين وسخون وحتى اللوين ديالو زوين بزاف. انا كنحاول ديما كنركز على التحت ديال لي بوط كما شفتوا معايا فيهم كاملين، كنحاول نقلبوا لكم من التحت باش تشوفوا كيفاش دايرين. وكاين حتى هاد الانواع ديال لي توك حتى هما كيبقاو زوين بزاف. راه كتلقاو حتى الكبار حتى هما كتلقاو ليهم حتى زعما الرجال والعيالات الكبار راه كيكونوا. هنا وريتكم الموديلات ديال الوليدات الصغار، عرفتوا فاش كتلبسوهم كتحسوا انه البرد ما كاينش منين غادي يدخل والو والو. كيبقى يبان غير النويف والعوينات فقط. كان الثمن ديالهم 23 دولار. وهنا جبتكم الكولونات والتريكوات اللي قلت لكم انا كناخذهم من عند اوبينغي كل عام. هما هادو. هاد لا مارك زوينه وكتسخن
وخفافين، عرفتوا راه بحال ما لابسين حتى شي حاجه، خفافين بالنسبه للناس اللي غيبغيو يديروهم تحت الحوايج ولا تحت المونطو. هانتوما كتشوفوا الثمن كيبقى ب 20 دولار بالنسبه للوليدات والبنات الصغار، ديري ليهم 20 دولار على حساب لا طاي، على حسب الثمن، حيت كل طاي والثمن ديالها. كاين تريكو بوحدو انا اللي وريتكم هنايا يمكن من عامين حتى ل 8 سنين ب 20 دولار التريكو و 20 دولار الكولون. 8 سنين والفوق حتى هما ثمن، والكبار كاع ثمن اخر. بالنسبه للالوان كيجيو فيهم جوج لوينات، الكري اللي وريتكم والغوز اللي كيبان لكم راهو كيبان في الباكيه الغوز، واحد الغوز اللي زوين زوين بزاف. دابا اجيو نهضروا على الوليدات الصغار اللي قل من 3 سنين. بالنسبه للبيسه ديال الثلج كما قلت لكم حاولوا تاخذوا ليهم اللي كتكون بياسه وحده، ما تاخذوش ليهم سروال بوحدو جاكيت بوحدو، ما كيصلحش ليهم. لي بوط كما كتشوفوا هاد الشكل بحال هكا، واخا هذا راه غير ناقص 10 يعني ما سخونش بزاف، ولكن انا كنهضر لكم غير على الشكل ديالو. الشكل ديالو بحال هكا غير بسكراتش هو اللي كيصلح ليهم، ما تاخذوش ليهم اللي فيهم سيور، لانه خصوصا اللي كانوا كيمشيو للغاردوري راه ما غيصلحوش ليهم، وغيطلبوا منكم انه تجيبوا ليهم اللي كيكون بسكراتش فقط. وبالنسبه لي بيبي اللي مازال ما كيتمشاوش، خذوا ليهم فحال هاد البيسات اللي كيكونوا فحال هكا، سورتو في اليدين والرجلين. انا غنوريكم كتكون فحال واحد الثانيه اللي الا قلبتوها كتغطى اليد فحال هادي، كتغطى اليد ولا كتغطى الرجل ديال البيبي. واخا غتكونوا ملبسينهم وكل شيء، ولكن من الاحسن تكون فيهم هادي باش صافي كيكونوا مجموعين. عرفتوا فاش كتلبسوهم هادي راه بحال مقمطينهم، ما كاينش البرد منين يدخل. كنوريكم هنايا الشكيلات اللي راهم كاينين في اوبينغي. انا كندور معكم في اوبينغي، اكيد انكم غتكونوا لاحظتوا انهم عندهم بزاف الاشكال وبزاف الانواع، والاثمنه كتبقى مختلفه. يعني ضروري اي حاجه غادي تبغيوها غتلقاو فاش تعزلوا وفاش تختاروا. شوفوا انا مشيت للجهه ديال البنات، عجباتني، بقيت لاصقه تما، بقيت كندور، نسيت راه انه كاينين بعض الناس اللي عندهم حتى هما غير الوليدات الله يحفظهم ليهم. قلت غندير دويره في البلاصه ديال الوليدات. اول حاجه بعدا لقيت هما هادو حمقوني بالنسبه للوليدات اللي كيمشيو للغاردوري، اولا حتى اللي في الدار اللي ما كيبغيوش يلبسوا لين في الدار. هادو راه زوينين وسخونين، وعرفتوا من الداخل رطبين رطبين رطبين. الثمن ديالهم كان داير 50 دولار، وراه كيتلبسوا الولاد وبنات بجوج. كاين فيهم هاد الكري وكاين فيهم الكحل وفيهم الموف. وعلاش قلت لكم الوليدات اللي كيمشيو للغاردوري غيصلحوا ليهم؟ لانهم ساهلين في اللبوس، ويعني كيبقاو مريحين حتى في اللبسه ديالهم، مريحين واخا يبقاو النهار كامل لابسينهم، ماشي شي حاجه اللي مزيره. حيت كما كتعرفوا هنايا لا سواء في الغاردوري ولا المدارس ضروري كتبقى شي سبرديله في القسم، يعني كتبقى في المدرسه. فاش كيجيو الوليدات الصباح كيحيدوا لي بوط وكيلبسوها عاد كيدخلوا للقسم، كتبقى تما العام كامل، يعني حتى لاخرت العام عاد كيعطيوها ليهم. هذاك الشيء علاش وريتكم بحال التشكيلات الوليدات الصغار ولا البنيات الصغار غيصلحوا ليهم مزيان لانهم مريحين. هنا هاد البيسات اللي وريتكم دابا هما اللي كنا شفناهم قبيله ديال لي بيبي بالنسبه للبنيات، ودابا وريتكم اللوينات اللي كاينين في ديال الاولاد. وحتى هما راه فيهم هذيك اللعيبات اللي قلت لكم كتكون في الرجل وفي الكمام، حتى هي فيهم. شفتوا كيفاش كيجيو؟ والداخل ديالهم راه بلا ما نهضروا، راني حليت لكم باش تشوفوا الداخل كيفاش مبطنين. عرفتوا راه سخونين سخونين سخونين. والحاجه الزوينه هي حتى الاولاد كنلقاو ليهم اللوينات، ماشي غير البنات بوحدهم، لا حتى الاولاد، لانه بزاف كيبغيو يخرجوا من هذاك النوار والكري والبلو. الاولاد ديما 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 يعني كيبغي الواحد هكا يلبس لوينات وحدين اخرين. هنايا غتلقاو بزاف ديال الالوان اللي زوينه، اللي زوينه وكتجي مع كلشي. هنايا كندور وكنقلب فين حاطين هذوك التريكوات والكولونات اللي كنقول لكم كيصلاحوا، وضروري اي واحد ياخذهم، ضروري خاص ولا بد يكونوا عندكم هادو. من اي مارك من اي محل غتفضلوا تشريو منه، ولكن المهم يكونوا عندكم هادو ولوليداتكم حتى هما. لقيت هنايا بالنسبه للكبار دايرين ليهم 35 دولار. هنا غندوز معكم البلاصه ديال البنيات اللي لاج ديالهم 10 سنين ولا 12 عام والفوق. الاكثريه ما كيحطوش ليهم لونسامبل هكا، يعني السروال مع الفوق كتلقاوه ولكن قليل. الاكثريه كتلقاو فحال هكا جاكيت بوحدها والسروال بوحدو. جوج نقاط اللي غنقول لكم على بالنسبه للسروال، هي في الركبه
خذوا من الاحسن يكون فحال هكا، يعني كيكون فحال الثوب مضوبل من البلاصه ديال الركبه، لانه فاش كيكونوا كيلعبوا وداك الشيء راه كونوا متاكدين ان هذيك البلاصه ديما غتعانيو منها. غيبان لكم السروال باقي جديد نقي كل شيء، ولكن هذيك البلاصه ديال الركبه كتكون متقوبه ديما، ما عرفتش علاش. وثاني حاجه هو انه السروال سوا يكون فحال اللي وريتكم قبيله ديال الوليدات الصغار، كنت وريتو لكم على شكل كومبينيزون، سوا يكون فحال هكاك سوا يكون فيه لي بروتيل، ضروري واحده من الجوج، سوا يكون السروال على شكل كومبينيزون سوا يكون بلي بروتيل، ما يكونش السروال عادي يعني في هذيك السمطه عاديه بحال السراول اللي كنلبسوهم ديال الجين وداك الشيء. لا، هنا كنت دزت البلاصه ديال العيالات وقلت غنوريكم واحد الحاجه اللي خصها تكون في المونطوات، لا الكبار ولا الصغار لا العيالات ولا الرجال. هي هاد لابوند اللي كتبان لكم بحال هكا في الكحل، كتكون في الكمام، هذه مهمه جدا تاخذوها في المونطوات ولا في الجاكيطات، ضروري خصها تكون باش كتجي مزيره لكم على يديكم، والبرد بطبيعه الحال ما يلقى منين يدخل. هنا صافي كملت الدويره ديالي تقريبا، والحاجه اللي لقيتهم ناقصين فيها هما التقاشر. الا خاصينكم التقاشر راه كاين ديال 10 دولار 12 دولار، ديري اليوم دابا 3 دولار. بحال دابا مثلا باك فيه 3 كان ب 12 دولار، دابا مخلينو ب 3 دولار. هذه هي الهوته اللي لقيت عندهم اليوم، لانه كما كتعرفوا هاد الحوايج ديال الثلج ولا ديال البرد هادو هي الوقيته ديالهم، يعني ما كيكونوش مصولين دابا، ولكن انا حاولت نلخص لكم ونعطيكم فكره على فين تلقاو كل حاجه وشنو هما الحوايج اللي تركزوا معاهم، الحويجات ديال البرد. هنا واحد النقطه نسيت ما قلتهاش لكم، هما لي غون ديال الوليدات الصغار، حاولوا ما تاخذوش لي فيهم هكا الصبيعات، حاولوا تاخذوا ليهم هذيك اللي كتخشى اليد مره واحده باش ما يبقاوش يقلبوا على كل بلاصه والصبع ديالها. حاولوا تاخذوا ليهم الحاجه السهله اللي غادا تهنيكم وتنقص عليكم من الخدمه وحتى هما تجيهم سهله. وهنا غيكون سالا الفيديو ديالنا، نتلاقى معكم فيديو جاي ان شاء الله. خليتكم على خير، تهلاو في راسكم، تهلاو في صحتكم، باي باي، بسلامه.